جايب لك النهارده الفلتر اللي مصر كلها بتدور عليه حرفيا. الفلتر انا نزلته في المنتدى، انا البص كل اللي على اليوتيوب نزل فلتر حالا. طب انا لسه ما صورتش اصلا. المهم يا جدعان الفلتر جامد جدا بجد، وانتوا عارفين لما بغيب عليكم برجع لكم بكميه فلاتر او فلتر جامد جدا. فانا عارف ان انا بقى لي اسبوع ما نزلتش، فمنزل لك فلتر خلاص يعني هعوضك بده كله. بس قبل اي حاجه كده يا جدعان، ايه رايكم في الاخضر ده يا جدعان؟ انا اول مره البس تيشيرت اخضر على فكره. قولوا رايكم في تعليقات. المهم يا جدعان انا اشرح الفلتر ده. بص يا صاحبي قبل اي حاجه وقبل ما تسمع الفيديو، الفلتر ده بدون باسورد، بس انت لو اخدته ورحت تضيفه على الصوره بتاعتك ولقيته مش احسن حاجه ما تجيش تلومني عشان انت ما كملتش الفيديو. وانا بقول لك الفيديو ده مش هيزيد عن 4 دقايق، اعلمك ازاي تاخد الفلتر وتضيفه على صورتك بضغطه واحده، واعلمك ازاي الفلتر لو انت ضفت على صورتك وطلع مش احسن حاجه تعدل ايه في الالوان. كل اللي انا عايزه منك لو انت جديد هتنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده. لازم نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك، ويلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي كمل معاه الشرح بقى. طبعا شرحنا النهارده بيكون عن برنامج اللايت روم. البرنامج ده غني عن التعريف وشروحاتنا اصلا كلها عليه. لو انت البرنامج ده مش معاك او عايز النسخه اللي معايا هتلاقيني معلم لك عليها في علامه الايفون. بعد ما تنزل النسخه دي يا صاحبي هتدخل على برنامج اللايت روم عادي جدا. طيب دخلت على برنامج اللايت روم هتلاقيني سايب لك الفلتر برابط ميديا فاير عشان يشتغل للايفون وللاندرويد. حاجه تاني تمام قوي. طيب بعد ما تحمل الفلتر ده صاحبي من اول تعليق او اللينك اللي في الوصف، طبعا في اخر الفيديو اقول لك ازاي تحمله، هتدخل على برنامج اللايت روم. زي ما انتم شايفين كده انا هدخل اهو مسماه يا جدعان من اقوى فلاتر اللايت روم. فعلا الفلتر جامد. بص يا صاحبي هندخل على الصوره معاك اهو. انا عايزك تشوف الصوره قبل وبعد، بس الصوره قبل بعد. شفت جمدان الفلتر؟ على فكره انت ممكن تاخده على الصوره بتاعتك ما يمشيش عليها. انا بقول لك الفكره بقى اللي انت تتصور في مكان زي اللي عبده متصور فيها كده بالظبط، يعني يكون فيها ابيض واسود، يكون السحاب باين فيها. فانت ما تروحش تتصور لي صوره سيلفي وتقول لي بازوكا انت الفلتر بتضحك علينا، الفلتر مش كويس. انا عايز اقول لك بس الفلتر قدامك اهو عامل ازاي قبل وبعد، ده قدامك تمام كده. طيب ازاي بقى تضيف الفلتر ده؟ اولا كده صاحبي انت بعد ما تنزل الفلتر من الرابط الميديا فاير بينزل معاك على كأنه صوره زي ما انت شايف. اول ما بينزل انت معاك خطوتين، يا تحفظ الفلتر ده في اللايت روم يا تاخده تضيف على صورتك على طول. بس اللي احسن احنا نحفظه، والطريقه دي للايفون وللاندرويد. ازاي تحفظه؟ هتضغط على الثلاث نقط دول وتضغط على كلمه كريت بريسيت وتكتب اسم الفلتر. بص اكتب فلتر قوي، تكتب بص عايزك تكتب قوي من هنا لبكره لان الفلتر قوي بالظبط. طيب انت كتبته والدنيا تمام، اضيفه على صورتي ازاي بقى بازوكا؟ كل اللي عليك يا صاحبي بتضغط على كلمه بريسيت، وبعد كده بتنزل تحت اهو تطلع من الفلاتر دي وبتضغط على كلمه يوزر بريسيت. هتلاقي عندك بنفس الاسم اللي انت كتبته، يعني انا كاتبه فلتر قوي اهو اتضاف على صورته بضغطه واحده. تمام يا جدعان؟ طيب الفلتر ده لو ما مشاش بقى بازوكا على الصوره بتاعتي زي ما انت قلت لي في بدايه الفيديو اعمل ايه؟ كل اللي عليك يا صاحبي هتيجي معايا هنا اهو الكولر الالوان دي، هتيجي عند الميكس يا صاحبي. شايف اللون السحاب؟ هتبدا تعدل فيه. اللون بتاع الوجه هتبدا تعدل فيه، يعني انت لو مش عايز الوجه ابيض خالص كده بص الوجه بقى اسود ازاي، مثلا عايزه متوسط. فعشان كده صاحبي انت ما تاخدش الفلتر كوبي باست وعايزه يمشي على صورتك، لا انت ادخل على الالوان دي وابدا عدل. لقيته مش ماشي على صورتك ابدا عدل بقى، قلل زود، خليك فنان يا عمنا. طيب انا كده علمتك ازاي تحفظ الفلتر وتضيف على صورتك بضغطه واحده. ازاي تنزله بقى من الرابط اللي في الوصف؟ بص يا حبيب قلبي هتلاقيني سايب لك لينك في الوصف في اول تعليق فوق كل البرامج وكل الفلاتر اللي انا بنزلها. هتلاقيني سايب لك في اول حاجه فوق الفلتر الابيض او من اقوى فلاتر اللايت روم. المهم هتلاقي عليه الصوره بتاعت عبده، هتدخل عليه يا صاحبي على اللينك وتنزل تحت. ركز معايا، تبدا تنزل عشان في ناس بتنزل وما بتعرفش تحمل. هتنزل يا صاحبي لحد ما اقول لك ايه، لتحميل اقوى فلتر لايت روم، لتحميل اقوى فلتر لبرنامج اللايت روم اضغط هنا. كل اللي عليك هتضغط على كلمه من هنا. هتنزل تحت هقول لك استنى 30 ثانيه. اول ما تستنى ال 30 ثانيه هتلاقي بينزل معاك ميديا فاير على طول. وطبعا انا عامل المقاله دي اللي انا بشرح لك المميزات والعيوب بتاعه الفلتر عشان الناس اللي بتحب تقرا وكده، فاحنا بنطور من القناه. المهم يا صاحبي انا عارف ان الفيديو جامد والله العظيم، انا شارحه كده بشغف اللي هو من غير باسورد، وانا واثق ان انت هتكمل الفيديو. وعايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك، فعشان تشجعني ان انا انزل فلاتر بعد كده اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه. واتمنى ان الفلتر يعجبكم. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.